مدينة كولن جوهرة ألمانيا، من أشهر المدن في ألمانيا الغربية. تشتهر بمدينة العشاق. حياكم الله من جديد. حاليا طالعين على كولن. حياكم نشوف جوهرة ألمانيا. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just take the night, then we leave when it's like nothing wrong, it's alright with you. No ties, no price, no need, so free. I don't care what you say, what you do, how you feel, as long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no big deal, as long as you can show me a good time. I don't care. حياكم جميع بالفيديو جديد. قبل ما ننطلق اشتركونا بالقناة وفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو، خلونا نوصل أكبر عدد من اللايكات. وحساباتي على التواصل الاجتماعي لا تنسون تضيفوني حتى تشوفون كل شيء أول بأول. حياكم الله. مثل ما انتم شايفين هاي الازدحامات اللي وراي، هنا التجمع عند الكنيسة. هذا المكان في ناس تجي من دول أوروبا، من دول أخرى كبريطانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، يجون لهذه الكنيسة يحجون، يعني عندهم حج في هذه الكنيسة. هذه كنيسة معروفة هنا في كولن، من أكبر الكنائس هي في أوروبا ومن أقدم الكنائس. تم بناء هذه الكنيسة في القرن الرابع بعد الميلادي، يعني عمرها تقريبا اليوم 16 قرن. حاليا راح نفوت جوا على الكنيسة جوا ونشوفها من جوا كيف. الحين موجودين في محطة القطارات، أكبر محطة قطارات موجودة في كولن. هذه المحطة الرئيسية اسمها في الألماني هوبتبانهوف، وفي الإنجليزي سنتر. هي هذه محطة القطارات الأولى في كولن. موجود أسواق، موجود محلات أكل، مطاعم، يعني مشابهة للمطار، مطار صغير يعني. تقريبا أكثر المحطات في ألمانيا للمدن الكبار مثل كولن تقريبا في الضبط. Information zu SSI 81804 nach Berlin Hauptbahnhof über Dortmund. Abfahrt 16:15 Uhr. Fällt heute aus.
Grund dafür ist eine Reparatur an der Strecke. Wir bitten um Entschuldigung. وصلنا عند متحف الفن الحديث. هذا هو متحف الفن الحديث في كولن، اسمه لودفيش، قريب من الكنيسة أو قريب من الشتات. خلينا ندخل جوا إن شاء الله يكون فاتح ونشوفه. قبل شوي وصلنا المتحف الروماني وما قدرنا ندخل لأنه كان مسكر. اوكي ثانك يو، طردوني. هذا هو الفن الحديث مثل ما شفتوا، ما خلونا ندخل، ممنوع تدخل الكاميرا تحت. حتى ما تزعلون جبتكم على درج العشاق. وهذا الجسر اللي وراي جسر العشاق، مشهور ومعروف في كولن. هذا الجسر العشاق يجون يحطون اقفال فيه، ما اعرف اللي يامنون بهذه الشغله، فكل العشاق اللي جايين على كولن يعرفون هذا المكان اللي هو موجود على نهر الراين، وفي كميه اقفال لا تعد ولا تحصى. خلونا نشوفه مع بعض. ما دام احنا لساتنا موجودين في ولاية شمال الراين، نهر الراين اكيد يكون حاضر. هذا هو نهر الراين اللي موجود في مدينة كولن، واحنا حاليا عند نهر الراين. هذا هو الكورنيش، هذه منطقة الكورنيش اللي موجودة عند نهر الراين، النهر المشهور في ولاية شمال الراين، غني عن التاريخ. الآن في شارع الأسواق في كولن، هذا الشارع الغني عن التاريخ اللي فيه جميع الماركات العالمية، اللي اليوم أحد والازدحامات اللي فيه مو طبيعية، ومع أن أكثر المحلات مسكرة. اليوم نهار الأحد يعني المحلات جميعها مسكرة في ألمانيا. الأيام العادية ازدحامات. شارع غني عن التاريخ فيه كل ما تحتاجه. هذا الماركت بلاس في كولن.
حاليا اللحظة الأفضل على قلبي لحظة أنك تكافئ حالك. هذه هي أكثر اللحظات اللي تخليك تعيش بالسعادة. يعني بعد التعب هذا تعبته تيجي تكافئ حالك، تعطي حالك مكافأة كشيء بارد وأكل، وبعدها نمشي إلى الجولة الأخيرة وبعدها نكمل ناكل ونرجع لكم. هذا المكان اللي موجود وراي هو أكبر مسجد موجود في أوروبا، أكبر مسجد إسلامي في أوروبا. المسجد الإسلامي في كل معروف وكثير في ناس تيجي تزوره، حتى يعني بوابته مفتوحة على طول، أتوقع للساعة 10 بالليل. حاليا حتى صلاة العشاء للساعة 11، بعد الساعة 11 بالليل موجود المسجد ومفتوح. في رمضان تتم فيه وجبات الإفطار جماعية للناس، ومسجد مشهور تم افتتاحه بال2018 في كولن. خلونا نشوفه مع بعض. وهنا نهاية الفيديو. مثل ما شفنا كانت رحلة جميلة معاكم بكولن. لا تنسونا في دعمكم، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، لايك للفيديو حتى نوصل أكبر عدد من اللايكات. حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي، حياكم حتى تشوفون أول بأول. شكرا لكل شخص تابع الفيديو لهذه اللحظة، والقادم أفضل. شكرا لكم.